شفتوا المفاجأة؟ والله العظيم والله العظيم مفاجأة جميلة. عمر ما الواحد يحس بالحنية ولا بالرحمة غير ما يبقى فيه مفاجأة. ايه هي بقى المفاجأة؟ بصوا بالصلاة على سيدنا محمد. انا قاعدة في الحسين، انا قاعدة في الحسين. بصوا مين اللي جاية لي، بصوا مين اللي جاية لي. بصوا قاعدة، والله انا قاعدة كده في الحسين لقيتها جايه لي وعماله بتعمل معايا ازاي. من الصبح سايبه الناس كلها جايه على رجلنا. الحمد لله، ده نعمه يعني. هو حتى الحيوان بيحس بالرحمه. الحمد لله. وانا اساسا انا ما بحبش الظلم، وما بحبش الافتراء، وما بحبش الحاجات الوحشه. انا يعني من فضل الله عليا ورزق الله عليا ان انا في قلبي رحمه مع الانسان والحيوان. والله العظيم، ده والله العظيم بيبقى في صراصير ماشيه في الشارع كتير، انا اسفه يعني، ونمل والكلام ده بلاقيهم في الشارع، بسيبهم ياخدوا رزقهم. او انا ده في بيتي، لو في بيتي هضربك واذيك. تمام؟ ليه؟ في بيتي. تمام؟ اما في الشارع اللي هو رايح يشوف رزق ربنا همنعه؟ عمري ما همنع، لان مش انا الرزاق، ده ربنا سبحانه وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الله هو الرزاق ذو القوه المتين. الايه دي بالذات ليها فضل عندي كبير قوي. مهما تكون مديون قول بسم الله الرحمن الرحيم. ان الله الرزاق ذو القوة المتين. الحمد لله. نشوف بعدها الرزق بتاعي ربنا ازاي. اللهم لك الحمد فضلا ونعمة من عند ربنا سبحانه وتعالى. يعني فضل كبير قوي. انا عن نفسي لقيت كنز برضو من كنوز الدنيا، مش هو كنوز الجنة. في الدنيا في الدنيا ايه هي بقى؟ كلمة لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. تمام؟ دي كنز من كنوز الجنة وكنز من كنوز الدنيا. لأن أنا لا حول بي ولا قوة إلا بالله. ماليش قوة إلا بالله، وماليش حول إلا بالله. ربنا بيسترها معايا، بيبعد عني كل شر، وبيبعد عني كل سوء، بيحفظني، بيحفظ أولادي، وبيحفظ حياتي. ولو مين من أعدائي قدامي، طول ما أنا في قلبي ذرة إيمان بالله سبحانه وتعالى، بقول لا إله إلا الله ورميت وكالي عليك يا رب، وحسبنا الله ونعم الوكيل في كل من أراد بيا شر. يا رب رد كيده في نحره وبرميها لله. ربنا سبحانه وتعالى ما بيفوتش كلمة خوف، بيحاسب. فأنا لله الحمد مقتنعة بكلامي جدا، وفضلا لله فضلا لله. أنا طلعت بس أقول الجملتين دول معاكم وأعرفكم بالقطة اللي جات لي دي لوحديها. فالحمد لله على كل حال، وربنا يبارك لكم في كل حياتكم. يعطيكم بالله. اللهم بارك، اللهم بارك، اللهم بارك. انت عايزه تعضيني، عايزه تعضيني. اهو الانسان كده يعني. انا لسه اهو كنت معاه وبلعب معاه وكل حاجه، كانت لسه عايزه تعضني. وده فعلا احنا بنعيشه. بتبقى كويس وخدوم وكل حاجه وتغدر بيك. طيب ليه؟ 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 فتبقى كويس ماشي، لا تقطع من الاول، لا تقطع من الاول. انا عن نفسي انا بحب اكون كويسه في كل تعاملاتي، كل حياتي كده. احب ان انا اكون صاحب الصح، ما بحبش الغدر، ما بحبش الخيانه. يعني انا زي ما بيقولوا صاحب الصح. لما تيجي تغدر بيا خلاص ما كنتش تعرفني من الاول. عشان كده انا لا بحب اتعلق بحد قوي، ولا بحب حد يتعلق بيا قوي. عشان انت هتيجي تغدر بيا هتزعلني. طب ليه؟ هو ده دلوقتي اللي احنا عايشينه. تبقى كويس مع الناس وتلاقي فجأة الغدر جالك ومن اقرب قريب ليك. طب ليه؟ طيب ربنا يهدي كل عاصي وظالم. المهم طول ما انتوا قاعدين خلوا دايما على لسانكم ذكر الله. لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا ابراهيم وعلى اله وصحبه سيدنا ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. لا حول ولا قوه الا بالله العظيم. طول ما انت قاعد اذكر ربنا، اذكر ربنا، اذكر ربنا. ربنا يساعدك سبحانه وتعالى، اذكرك بكل خير.
فانا حبيت اقول الكلمتين دول، وسامحوني ان انا بتكلم معاكم بكل عفوانيه، بس والله انا لا بعرف ازوق كلام ولا اعرف اقول كلام مش في قلبي. مش لساني اللي بيتكلم، والله ما لساني اللي بيتكلم، ده قلبي اللي بيتكلم معاكم بكل خير. فالحمد لله، ودايما صلوا على سيدنا محمد. على فكره الصلاه على سيدنا محمد ملك الواحد بالصلاه على سيدنا محمد. وفي حاجه يعني عايزه اقولها تاني، في ناس بتدخل تقول ايه ده، انت جبت ده امتى، انت عملت ده امتى؟ قول ايه ده، لا حول ولا قوه الا بالله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذا دخلت جنتك قلت ما شاء الله، بسم الله لا حول ولا قوه الا بالله، اني اقل منك مالا ولدا. قول بسم الله ما شاء الله، اللهم احفظك، اللهم بارك. لان طول ما انت بتتمنى الخير لغيرك، الخير هيجيلك. اتمنى الخير للناس عشان الخير يجيلك، ما تتمناش الشر والاذيه. تمنيت الشر والاذيه هيجولك. اتمنيت الخير، الخير نفسه هو اللي هيدور عليك ويجيلك. مش تقول ايه ده انت جبتها امتى يا اخويا، انت ما قلتليش، يا اختي ما قلتليش. طب وليه يا ستي؟ ده رزق ربنا سبحانه وتعالى بيبعت له كل واحد فينا. الستر صحة، راحة البال رزق، الصحة رزق، العيال رزق، الفلوس رزق. كل واحد فينا ربنا سبحانه وتعالى كاتب له رزق. دايما نقول الحمد لله، ربنا سبحانه وتعالى يبعت لك رزق اكتر واكتر. تمام كده؟ فربنا يسترها معاكم ويبارك لكم في اولادكم وحالكم وكل حياتكم. وعايزه اقول لمتابعيني الكرام الف 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 شكر على نجاحي اللي هو كان بسببكم انتوا. يعني انا فتحت القناه دي ونجحت بسببكم انتوا، فانا حابه ان انا اشكركم جدا 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 يا احلى متابعين. وسلام كبير قوي لاهل مصر والجزائر والعراق والسعوديه وجميع الدول الجميله اللي هم بيبعتوا لي تعليقات واجمل كلام. متشكره لكم جدا وما نحرمش منكم يا احسن اخوات في الدنيا. واشوفكم دايما بخير وسلام. وما تنسوش تفعلوا الجرس والاشتراك وتكتبوا لي بتابعوني من انهي بلد. يشوفوا تتمنوا لي من قلبكم الخير زي ما بتمنى لكم كل خير يا رب، ودعواكم الجميله. وتصلوا على النبي محمد وتقولوا لا حول ولا قوه الا بالله العظيم في التعليقات. واشوفكم وبخير وسلام من قلب الحسين. هنا اقول لكم مع السلامه، مع السلامه، مع السلامه.